السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، بجد وحشتوني، بتوحشوني جدا كده، وببقى فرحانة جدا وانا بفتح الكاميرا كده وبسجل معاكم. بحس ان انا بكلمكم بجد وان انتوا قاعدين قدامي. فيا رب ابقى عند حسن ظنكم، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بيسعدني. دلوقتي معايا بقى ايه؟ الكوسة الحلوة دي. الكوسه دي بشرشرها كده، هنعمل كوسه بالبشاميل. كوسه بالبشاميل عايزاها بقى الشرشره ديت علشان اطلع منها اي 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 تراب، اي حاجه مش عجباني. منها ان هي بتديني شكل، ومنها كمان النظافه. بتدي شكل حلوة جدا بعد التقطيع، وكمان علشان تطلع لي اي تراب فيها. طبعا هنقطعها كده وبعد كده هغسلها حلو جدا. وتعالوا نكمل مع بعض الفيديو، نشوف هنعمل فيه ايه. ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحان إن كنت من الظالمين. كوسة بالبشاميل من الأكلات، أو الكوسة عامة من الأكلات الحلوة قوي. أيا كان بقى، مثلا لو عندك حد ما بيحبش الكوسة، ممكن تعمليها بالبشاميل من غير ما تقوليله، أو تعمليها وهيحبها بالبشاميل. فكوسة بالبشاميل، الكوسة عامة من الأكلات المفيدة ومغذية وحلوة جدا. فأنا بعشق الأكلة دي أصلا، فمن عشاقها. فيا رب تعجبكم كده، واعملوها بالطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم. خلاص قطعت بقى الكمية كلها، وان شاء الله دلوقتي هشرحها. شفتوا هشرحها دي؟ بفتح كيس الفراخ دوت اللي احنا تبلناه مع بعض، علشان خاطر عايزاه بقى يفك بسرعة. ده اللي احنا تبلناه مع بعض في فيديو التخزينات بتاعة رمضان اللي احنا عاملينه بدبس الرمان، وحاطين له توابل حلوة جدا. واللي عايز يشوف الطريقة يدخل على الفيديو، علشان بس ما ننساش حاجة في التتبيلة. فاللي عايز يشوف الطريقة يدخل على الفيديو، وان شاء الله تعجبكم الوصفة. بصوا بقى تقطيعة الكوسة بقطعها بعوجة كده، انا عايزاها بالعوجة دي، بتدي شكل حلو جدا في الصينية. تمام. تقطيعة سهلة جدا، عايزة تقطعيها مدورة براحتك، بس قطعيها بالشكل ده هيبقى احلى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا انا عملت البشاميل عشان خاطر انا عملته معاكم قبل كده. وكمان اللحمة المفرومة اللي هي بالطماطم اللي عملناها برضو في فيديو التخزينات، طلعتها كده من الفريزر تفك مع نفسها. وكل حاجة جاهزة، ولما تلاقي الحاجة جاهزة عندك الأكلة بتخلص بسرعة، أو الوصفة بتخلص بسرعة. طبعا أنا غسلت الكوسة وهرجع طبعا أغسلها تاني. حطيت بقى الحلة دي على النار، وهدي بقى للكوسة صدمة كده. عايزاها تدبل خالص، عايزاها يعني تدخل في السوا. يعني انا هفضل اقلب فيها لغايه ما تنزل ميتها وتشربها كمان. هحط لها التوابل بتاعتها اللي هو ملح وفلفل فقط لا غير. هحط لها معلقه سمنه بلدي كده، وافضل بقى احط الملح والفلفل، وافضل اقلب فيها واشوح فيها كده لغايه ما تدبل معايا خالص. وهنشوفها مع بعض تبقى عامله ازاي. بصوا البشاميل اللي هو عملته، وكمان الحله اللي جنبها ديت اللي فيها اللحمه المفرومه بالطماطم. فلفل اسود انا بحبه جدا في الاكل. ف على حسب رغبتك، انتي مش عايزه تحطي فلفل ما تحطي. هفضل بقى اقلب كده ولغايه ما تدبل معايا، وعلى نار عاليه، علشان بس ما تقعدش تنزل في الميه. تمام، هي على نار عاليه عشان تنزل ميتها بسرعه. و وتشرب ميتها كمان. لكن لو انا فضلت النار واطيه، مش هتشرب الميه، هتفضل تنزل في الميه ومش هتشربها خالص. تمام. تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بصوا هي الطماطم، اللحمة المفرومة بالطماطم اللي كنا شايلينها مع بعض حلوة جدا.
تطلعي الحاجة من الفريزر تخليها تفك كده، تبقى تسهل معاكي الحاجة فعلا. عايزه اوريكم يعني نزلت ميتها، بس الصراحه مش عارفه تبان قدام الكاميرا اهو بصوا في المعلقه يعني نزلت ميتها ازاي. ف... فهي نزلت ميتها وكمان شربتها. اول ما هتشربها خلاص هحس بقى ان خلاص، هروح بقى ايه شايلها من على النار. حطيت معلقه توم كبيره. بصوا بقى دي المعلقه دي بتودي الكوسه في حته تانية خالص. فهقعد بقى اشوح فيها كده. بصوا حاسه ان انتوا ايه الكوسه اصلا دبلت خلاص. بصوا شكلها بقى عامل ازاي. فكانت خلاص. بصوا الصوص بتاعها كانت ما شاء الله خلصت كده. كانت ريحتها خرافه علشان التوم. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت بقى الطاجن البايركس ده. دي الكميه دي معاكو مش فاكره انا قلت لكم ولا لا ان الكميه دي كيلو ونص. تمام. فكميه يعني لما تحطي في الصينية لازم الصينية تكون على قد الكوسة. يعني الكوسة لما تبقى قليلة، ما اقولش ان هي مثلا كوسة نص كيلو اروح حطاها واعمل بيها كوسة بالبشاميل. لازم الكمية تبقى كبيرة علشان الكوسة لما بتدبل بتاخد كمية اكبر معايا. بصوا الطاجن دوت ممكن ياخد معايا 2 كيلو من الكوسة. فاهمين قصدي؟ فانا حطيت كده في قعر الصينيه، في قعر الطاجن دوت بشاميل كميه كبيره كده واتوصى بيها، وحطيت كمان في الكوسه واغلف كل كوسايه كده بالبشاميل. تمام. الطاجن ده كان المفروض ياخد معايا 2 كيلو على فكره، بس الكميه دي بص كيلو ونص. فتحس ان هما ايه قليلين علشان دبلت. فاهمين قصدي؟ يا رب تكون المعلومه وصلت لكم. فلو انا هعمل طاجن صغير ما اقولش لا انا هجيب نص كيلو من الكوسه، لا اجيب كيلو. المفروض بقى ان انا ارصها كده واحده واحده، بس حسيت ان هي سخنه مش هستحمل بايديا. فجبت معلقه كده وهرص بقى واحده واحده عشان انا عايزاها مرصوصه، مش هرميها كده. تمام. هفضل بقى احط واحده واحده. بصوا بقى شكل التقطيعه بتاعه الكوسه شكلها في الصينيه. بصوا عامله ازاي ما شاء الله. اللي بيحب المطبخ مش هيحس بملل وهو بيعمل الخطوه دي. لازم تحبي الحاجه او تبقي مرتاحه نفسيا وانتي واقفه بتعملي الحاجه كده، تعمليها بحب. هفضل بقى اعملها كلها كده. بس كده خلاص اهو حطيتها كلها. دي الطبقة اللي من تحت. وزنق حلو واحط تاني لو محتاجة. تمام. لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلاص خلصتها كده. هحط بقى اللحمة المفرومة. نفس الخطوات دي بتاعة المكرونة بشاميل، بس بدل الكوسة هنحط مثلا او العكس صحيح ان بدل المكرونة هحط كوسة. فالكوسه دي من الاكلات الحلوه جدا. عايزه تاكليها المفروض اصلا ان هي بتتاكل بالمعلقه كده. انا من عشاقها ان انا اكلها بالمعلقه كده، لانها كوسه بالبشاميل. يعني احط البشاميل عليه على الرز ازاي مش عارفه الصراحه. بس ايا كان دي اذواق. فعايزه تحطيها هتاكليها بالرز تاكليها، عايزه تاكليها بالعيش تاكليها، عايزه تاكليها حاف زي حالاتي تاكليها بالمعلقه كده. تبقى حلوه قوي. هعمل الرصه نفس الرصه كمان.
الصوص بقى اللي نزل منها ده انا مش هرميه، انا هحطه عليها بقى، عشان هو ده التطعيمه بقى اللي فيها الثوم وفيها الملح والفلفل والبشاميل، فلا يمكن ارميها، لا استغنى عنك. فحطيتها كمان على في الطاجن كده، وكمان بقى خلاص هروح بقى مغطياها بالبشاميل وادخلها الفرن على طول. انا بقى عايزاها، هي الكوسه يعتبر دخلت في السوا، واللحمه المفرومه مستويه، والبشاميل كمان مستوي، فانا عايزاها تاخد بس وش معايا كده وتبقى حلوه جدا، وهنشوفها مع بعض لما تطلع. او اعتقد ان انتوا شفتوها في صورة الصورة اللي محطوطة على الغلاف بره. بس خلاص. تمام تمام. لا مش تمام تمام. لا هنبطل كلمة تمام تمام عشان في اعتراض عليها، فمش هنقول تمام تمام. ممكن نقول ايه طيب، ما هو دي لازمة بتبقى غصب عن الواحد اللي هو بيقولها، يعني انا مبقاش قصداها خالص يعني. بس ان شاء الله هبطلها، عشان خاطر الحبايب بس. فمعايا حلة بقى كده هنحط فيها الشعرية دي عشان نعمل رز بالشعرية. الشعرية بحبها كتيرة عن يعني هعمل مثلا نص كيلو من الرز، ممكن احط كوباية من الشعرية، يعني بحب الشعرية كتير. وكمان بحبها تحميرها زيادة عن اللزوم، يعني مش بحرقها، بحبها لونها جولد كده غامق شوية، واروح نازلة على طول بالرز. كلنا شطار وبنعرف نعمل الرز، بس يعني اول مره اعمله معاكم في القناه، فحبيت اقول لكم التركايه دي. وكمان بحب احط عليه فلفل اسود. ايوه فلفل اسود بيبقى حلو قوي مع الرز اللي بشعريه كده، بحس ان هو بيديله ريحه وبيديله فلفله كده. هفضل بقى اقلب كده في الرز علشان كل رزايه تتغلف بالسمنه بتاعتها. تمام. وهي كل ما تشوحي فيه كل ما يطلع معاكي مفلفل. انا كده بسخن الكتل علشان انا عايزه انزل بيه بميه سخنه على طول علشان يستوي معايا بسرعه. رغايه رغايه. حلو الكلام حلو الكلام، كنت هقول تمام بس يلا. حلو الكلام حلو الكلام. خلينا في حلو الكلام. هو حلو الكلام. حطينا رشه من الفلفل الاسود وظبطت الملح بتاعي. تمام. اللهم صل على النبي. بس قلت تمام، معلش عدوها لي عدوها لي. بصوا بقى سخنت الكتل، وهنزل بقى على طول بالميه. انا فصلت الكاميرا عقبال ما فضلت اقلب في الرز شويه، يعني ما مش ده بس اللي قلبت فيه، انا فضلت اقلب شويه حلوين. وطبعا انت عارفه المعيار بتاع الميه بتاعك بتاع الرز المصري، اللي هو كوبايه رز مصري قدامه كوبايه ميه. تمام. غير الرز البسمتي خالص، الكوبايتين الرز بياخدوا 4 كوبايات من الميه. معايا بقى الكيس الحراري دوت احط فيه الفراخ اللي انا متبلاها بالتتبيله اللي احنا عملناها مع بعض، وهقفل عليها على طول عشان تستوي معايا بسرعه. واروح مدخلاها الفرن. الصوص بتاعها برضو ادخله جوه الكيس كده، وهربط الكيس حلو وهدخلها الفرن. من فوق كنت حطيت في الصينيه ميه او ورق الزبده، يعني علشان خاطر تحافظ لي على الصينيه او ما يحصلهاش اي حاجه. بس الحمد لله زي ما هتدخل زي ما هتطلع، وهنشوفها مع بعض. ولا حطيت ميه ولا اي حاجه. هخرمها بس خرم واحد كده. تمام. مش زيادة عن كده، وهدخلها الفرن على نار عالية. بصوا بقى الطاجن الكوسة، تحسوا ان هي مكرونة بشاميل، بس الكوسة بشاميل حاجة كده وهم بجد. كانت اول ما طلعت كده كنت عايزة اكلها، بس كان بقى ايه لسه صيام، وانا خصوصا بقى بحب الحاجة سخنة، فكانت جميلة جدا. كمان الرز قفلنا عليه. بصوا بقى حلو جدا ومفلفل، وكانت ريحته خرافة. بجد محتاجكم ان انتوا تتفضلوا معانا بجد. بصوا كمان طلعت الفراخ، كانت استوت خلاص، بس هفتح عليها علشان خاطر ان انا عايزاها. هي كانت خدت لون، بس كنت عايزاها تحمر زياده، واحط لها بقى عقبال ما احط لها الفحميه على النار عشان تديني بقى ريحه الفراخ المشويه او طعم الفراخ المشويه.
هدخلها الفرن تاخد وش. بصي تخلي بالك جدا 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 وانتي بتفتحي الكيس الحراري، الدخان لا قدر الله ممكن يعمل حاجة. فتخلي بالك وانتي بتفكي الكيس. ما شاء الله كانت مهرية كده وكانت حلوة قوي. بصوا كانت الصينية طالعة زي القشطة، ما حصلهاش اي حاجة. والصوص بقى بتاعها كده ندخلها الفرن وتخليها تاخد لون معايا ونطلعها ان شاء الله على طول. يا رب تكون بتستفادوا من فيديوهاتي وابقى عند حسن ظنكم يا رب. بصوا بقى كده خلاص طلعتها. هحط لها بقى ايه الفحمية، ما عنديش ورق فويل ولا اي حاجة، ممكن احط لقمة زي كده واحط عليها الفحمية واطشها بحبة زيت او بحتة سمنة كده واروح مغطياها. كنت هنا خلاص غرفت الكوسة تقريبا، صح. و كان فاضل الفراخ. واو واو على الريحة. هنا بقى نقول ايه، يا سلام يا سلام. بجد كانت طعمها روعة. دبس الرمان بيوديها في حتة تانية بجد. والتتبيلة دي حلوة قوي. كنت عايزة اوريها لكم كمان وهي ومهرية، بس ما قدرتش الصراحة من السخونية. بصوا الصوص اللي في الصينية ده عايز يتاكل بالمعلقة. مين زيي؟ بصوا هنا كانت خلاص استوت وخلاص كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.